بمجرد تشخيص كسر المدور واتخاذ قرار الجراحة يتم تحديد كل تثبيت بناء على جودة العظم. العلاج القياسي لهذا يسمى المسمار الديناميكي للورك، وكان يستخدم منذ 40 عامًا، ويعمل بشكل جيد إذا كانت جودة العظم جيدة. ولكن إذا لم تكن جودة العظم جيدة، فقد اتجه العلاج إلى شكل المسامير التثبيتية القريبة ومسامير التثبيت المدورية. لكننا بدأنا أيضًا نرى أشخاصًا في سن 90 و95 يأتون لنفس كسور المدور، وفي مثل هذه الحالات قد لا تتمكن حتى هذه المسامير المتقدمة من الحصول على تثبيت قوي. لذلك كان لدينا مرضى نقوم بتثبيتهم باستخدام المسامير التليفين المتقدمة، ولكن لا تزال البراغي تميل إلى الانسحاب عندما يبدأون في التحرك والمشي. لتجنب مثل هذه الأمور من خلال هذه المسامير والبراغي يمكننا وضع بعض الأسمنت القابل للحقن فيها وتثبيتها. يبقى المبدأ هو إذا كانت جودة العظم جيدة قم بتثبيته وحرك المريض.